بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الأعزاء، يسر قناة رابطة عزف الأقلام العربية باسم مديرها العام الأستاذ الشاعر السيد منير عطية أن تقدم لكم الحلقة الأولى من برنامجها أسماء عربية مبدعة، وهو برنامج حواري نسعى من خلاله التعريف بقامات عربية لها شأن ومكانة في مجالات إبداعية مختلفة ومتنوعة. أعزائنا الأفاضل، ضيف حلقة الافتتاح هو الروائي المغربي الكبير الأستاذ عبد الجليل الوزاني، الذي يعتبر بحق خير من يمثل الجيل الثاني للروائيين المغاربة، وبإلقاء نظرة خاطفة على السيرة الحياتية لهذا المبدع الخلوق المتواضع، نستشف أنه من مواليد سنة 1961 بقلعة تيغيساس التاريخية الشامخة بأقصى شمال المغرب. تابع عبد الجليل الوزاني دراسته الابتدائية والثانوية بمدينة تطوان، بعدها حصل على الإجازة في الآداب العربية من كلية الآداب بنفس المدينة التابعة وقت ذاك لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. تخرج سنة 1988 من المدرسة العليا للأساتذة بمرتل. عمل بعدها أستاذا للغة العربية بالتعليم الثانوي في مدينة سيدي قاسم. وفي سنة 2004 عاد إلى تطوان ليشغل منصب حارس عام ثم مدير بإحدى ثانويتها. هو الآن يعمل رئيس مكتب منسقية التفتيش بالمديرية الإقليمية للتعليم بتطوان. الأستاذ عبد الجليل الوزاني التهامي فاعل جمعوي بامتياز، فهو عضو اتحاد كتاب المغرب، عضو مؤسس لمنتدى تطوان للسرد الأدبي، عضو مؤسس لرابطة أدباء الشمال. في سنة 2003 أصدر أولى رواياته الموسومة بالضفاف المتجددة تيغيساس. هذه الرواية خولت له الفوز بجائزة الحسن الثاني للبيئة سنة 2004. بعدها صدرت له مجموعة من الأعمال الروائية، نذكر منها لقاء مساء العمر بجريدة تمودا عبر حلقات، احتراق في زمن الصقيع، أراني أحرث أرضا من ماء ودم، ليالي الظمأ، امرأة في الظل، أو ما لا نعرفه عن زينب. وقد حازت هذه الرواية على جائزة كاترا للرواية العربية في دورتها الأولى سنة 2015. ومعلوم أن هذه الجائزة تنظم بمدينة الدوحة بدولة قطر، وهذه الرواية هي قيد الطبع. وأخيرا وليس آخرا، رواية خارج السياق، وهي في طريقها للنشر. كل هذا بالإضافة إلى مجموعات قصصية ومقالات أدبية منشورة بالصحف الوطنية والعربية والمواقع الإلكترونية. نرحب بالروائي المغربي الكبير الأستاذ عبد الجليل الوزاني التهامي، وندعوه إلى جلسة أدبية يكون طابعها المميز الشفافية والفائدة. أستاذ عبد الجليل، نستهل جلستنا بالسؤال التالي: ما موقع الكتابة في حياتكم اليومية؟ صباح الخير أستاذ بشير، أنا سعيد بوجودي معكم في هذا الحوار الذي أراه من هنا سيكون شيقا وممتعا طبعا. وأنا هنا أحاور رجل ذات تجربة طويلة في مجال الصحافة والأدب. الكتابة بالنسبة لي شيء مهم جدا، هي جزء من حياتي، هي المتنفس الأساسي في حياتي،
وإن كنت أمارس الكتابة كهاوي، لكنني أقول الكتابة ممارسة لي فقط ممارسة إنجاز فعل الكتابة بقدر ما هي أيضا تفكير فيما سيكتب، إعادة مناقشة الأفكار التي يمكن أن أتناولها الكتابة. من هذا المنطلق أقول الكتابة شيء ضروري في حياتي، وأكسجين الذي أتنفس به، والأكسير الذي أواجه به صعوبات هذه الحياة. أكيد سيدي عبد الجليل، سيكون إن شاء الله حوارا ممتعا وشيقا ومفيدا، هذا أكيد لا أشك فيه. أستاذ عبد الجليل، يجرني الحديث معك إلى أولى أعمالك الأدبية الروائية، الضفاف المتجددة، تيغيساس. فأتساءل، هل كان لفضاء تيغيساس أو محمد حسب الاسم المتداول للقرية تأثير على مخيالكم الأدبي، علما أن هذا الفضاء الساحر كان مصدر الكثير من الخرافات والأساطير التي تناولها أبناء القرية خلال طفولتكم؟ بالفعل الضفاف المتجددة تيغيساس كانت هي بكورة أعمالي الصادرة سنة 2013، وهي مناسبة كتبت قبل ذلك بسنوات، أي 1990. طبعا بالعودة إلى هذه الرواية يحضر الفضاء، فضاء تيغيساس، أو كما قلت قرية بوحمد، ولا أتحدث عن قرية بقدر ما أتحدث عن مجال فضاء المحيط هذه القرية. وكما تعلم أستاذ بشير، وأنا أعلم جيدا أنك أمضيت فترات من حياتك هناك، خصوصا في بعض العطلات الصيفية في شبابك ربما وقبل. قلت أعرف أستاذ بشير أنك أمضيت فترة طويلة هناك في تيغيساس، وتعرف تيغيساس جيدا، فضاءات مفتوحة من كل جانب، وفي نفس اللحظة معزولة عن العالم. الفترة التي أتحدث عنها فترة كتابة هذه الرواية، أو فترة التي أخذتها كمجال زمن لكتابة هذه الرواية. الجميل في تيغيساس كوني أمضيت طفولة مبكرة هناك، ولكن انتقلت إلى المدينة وعشت بها فترة طويلة. كنت أعود بين الفينة الأخرى، ولكنني حينما انقطع بي الحبل عن هذه القرية أو مسقط رأسي مدة طويلة، عدت إلى هناك لأفاجأ بأشياء أخرى قد تغيرت في هذا المجال. هذا البعد الزمني عن القرية هو الذي فتح لي آفاق كتابة هذه الرواية، لأن اكتشفت بعين الرجل الذي جاء من عالم آخر يبحث عن ذكرياته، فاكتشفت هذه الأشياء التي قلت عنها، ربما ليس بأساطير وبخرافات بقدر ما هي نوع من السحر، جمال الطبيعة، جمال المكان، التقاليد والعادات والأعراف المعروف المتعارف عليها، انفتاح القرية وانغلاقها في نفس اللحظة. كانت فضاء مغري بالكتابة. والأجمل من ذلك هو أنني وجدت في هذه القرية وفيها الفضاء رمز للتحولات التي مرت أو يمر بها العالم العربي في هذه الفترة. أستاذي العزيز، أنت الآن كاتب لك مكانتك في اللغة الأدبية المغربية والعربية، ولكن لنعود إلى البدايات وأتساءل، هل عانيت في بدايتك من صعوبة النشر؟ وهل كانت لهذه الصعوبات مخلفات على انتشارك السريع كأديب؟ إن كان الجواب بنعم، قل لنا ما هي هذه الصعوبات؟ لعلني كنت محظوظا حينما فاز عملي الأول ضفاف متجددة بجائزة الحسن للبيئة بعد 6 أشهر من نشره. هذا الفوز كان سببا في إقبال القراء والنقاد على هذه الرواية، وبالتالي حظي هذا العمل بعدة دراسات وأوراق نقدية جيدة. طبعا استفدت منها في العمل الثاني ليالي الظمأ. أتحدث هنا عن النقد البناء، النقد الذي يتعامل مع النص
بمعزل عن صاحبه، بمعزل عن بعض الخلفيات. ولعل النقاد الذين استفدت منهم في البداية الدكتور المرحوم محمد المعادي، والدكتور حسن الأشتول، والدكتورة فضيل وزن، إلى غيره من النقاد الذين تناولوا أعمالي بالدراسة والتحليل. وأقول هذا النقد هو الذي حولني من كاتب يعتمد على الهواية وعلى الحدسي الشخصي إلى كاتب يتناول أعمال بنوع من الاحترافية في الكتابة، نوع من المنهجية في الكتابة. أصبحت كتابتي موجهة بشكل دقيق وعقلاني، وهذا يأتي طبعا من خلال توجيهات نقدية لهؤلاء. والنقد هنا ليس فقط ما يكتب، بل أحيانا حتى من خلال الاستشارات والحوارات التي تحدث بيننا في كثير من الأحيان. كيف يرى أديبنا المحترم ظاهرة اكتساح القصة القصيرة جدا للفضاء الأدبي المغربي والعربي عامة؟ أليس هناك تخوف على الرواية من هذا الاكتساح؟ أستاذ بشير، أعلم أنك من كتاب قصة قصيرة جدا والذين له مكانته هنا في المغرب. أعرف انتصارك لهذا الجنس الأدبي الوليد طبعا هنا في المغرب. أعرف مواقفك منه، ويعجبني هذا الحوار في هذا المجال بالخصوص. وأعتقد سبق لنا أن تناقشنا في عيد الكتاب الأخير بمدينة تطوان، وكان موقفي واضحا من القصة قصيرة جدا. وأكرر هنا، القصة قصيرة جدا جنس له وجوده، له مكانته الطبيعية بين الأجناس الأدبية في المغرب وفي العالم العربي، وأصبحت له مدارس، أصبحت له اتجاهات هنا وهناك، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل أو أن يتنكر لوجود هذا الجنس الأدبي كما قلت المنتشر جدا مؤخرا في العالم العربي. كل جنس أدبي له رواده، له طبعا متلقيه، والأذواق تختلف، تبقى الوظيفة الأدبية لكل جنس تختلف. فما يكتبه الكاتب في القصة القصيرة جدا ليس بالضرورة وما يكتبه في الرواية إنجازها طويل، كتابتها طويلة، تأخذ وقتا طويلا، وبالتالي لابد أن تعمر طويلا، بمعنى أن النص الروائي حينما يخرج بعد مجهودات جبارة بالنسبة للكاتب، ولا أقول القصة قصيرة لا تبدأ فيها أي مجهودات، أقول هذا المعمار الكبير يتطلب وقتا في إنتاجه، وبالتالي هناك ضمانات لأن يستمر في وقت طويل جدا، يقرأ ويستمر وجوده لفترة أطول، طبعا إذا كان العمل ناجح والرواية جيدة. بالنسبة للقصة قصيرة جدا، هي سريعة في الكتابة، سريعة في الإنجاز، سريعة في الخروج، وتكون آنية. قد يكتب الكاتب قصة ويقوم بنشرها في نفس اللحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل التواصل، عبر الانترنت غير ذلك، أو يجمعها في أضمومة وتقدم إلى الجمهور، وبالسرعة التي تكتب بنفس السرعة التي تنسى، بمعنى تؤدي وظيفة فورية آنية. قد نقول ساندويش، قد نقول فنجان قهوة تقرأ أثناء هذا الفنجان، ولا أقول تنسى، وإنما لا يبقى أثرها قويا وراسخا كالرواية. الشق الثاني من السؤال، وأعتقد أنني قد قلت ذلك تحدثت عنه في مرة سابقة، الرواية تبقى مطمح لكل كاتب. جل الكتاب الذين يكتبون الرواية مروا عبر القصة القصيرة قبل أن يمروا من القصة القصيرة جدا، لأن نعلم أن القصة القصيرة كانت موجودة منذ
سنوات، وأغلب الكتاب مروا من القصة قصيرة إلى الرواية، وبالتالي لا أرى أن كتاب قصة قصيرة جدا لا يطمحون في كتابة الرواية. تبقى الرواية مطمح لكل كاتب، وبالتالي لا أرى أن مجدها سيزول قريبا أو في المدى القريب. بالعكس، أرى أن الرواية لا زالت ستقوم باستقطاب أجناس أخرى لتحتويها. قد نكتب في الفكر، قد نكتب في الفلسفة، نكتب في الطبيعة، نكتب في أي مجال، ونمرر هذه الآراء عبر الرواية. وهناك روايات كثيرة تتناول موضوعات مختلفة هي محسوبة على علوم أخرى. إذن فزمن الرواية زمن كان وكائن وسيبقى طويلا، ولا خوف على الرواية من أي جنس كان، حتى وإن كانت قصة قصيرة جدا جدا، أو كما يقول أحد نقاط المغرب قجاجة عفوا. أستاذ البشير، أدعوك لكتابة الرواية، أدعوك لتجرب غمار الرواية. وأنا قرأت بعض الفقرات طويلة من العمل الذي قدمته، وهو عمل سيري في شكل رواية قمت بنشرها مؤخرا، وهذا يدفعني لأقول باستطاعتك أن تكون روائيا، فقط عليك أن تجعل للرواية مكانا في قلبك إلى جوار قصة قصيرة جدا. أستاذ عبد الجليل، أشكرك كثيرا على هذا التشجيع وعلى هذا الدعم، وأقول لك فعلا أنا بصدد الانتهاء من رواية طويلة أسميتها مؤقتا كان زمان، وهي عبارة عن سيرتي الذاتية. شكرا. لنعد إلى حوارنا، وأقول سيدي عبد الجليل هذه المقولة: إن عدد الكتاب والمؤلفين في الوطن العربي في تزايد، بينما عدد القراء في تراجع مهول. هل توافقني هذا الرأي؟ وهل للحركة الثقافية التي تشهدها مدينة تطوان في السنوات الأخيرة يد في تشجيع ودعم فعل القراءة بين مثقفي المدينة؟ ماذا أضافت جائزة قطر للكاتب الروائي عبد الجليل الوزاني التهامي؟ قد يكون الإنسان كاتب له إنتاجات جيدة، له روايات متداولة يقرأ من طرف الكثير من القراء، ولكن قد يكون ذلك محدودا في وسط قد لا يتعدد حدود الطور الوطني أو إلى بعض الأقطار القريبة جدا. لكن أن تأتي جائزة مثل قطرة فمعنى ذلك هو الخروج من النهر الضيق إلى المحيط الواسع. قطرة لم تكن فقط جائزة ذات القيمة المالية، لم تكن اسما أضيف إلى عبد الجليل الوزاني كفائز بقطرة، هي مجال للخروج كما قلت إلى العالم العربي وتمهيد إلى العالمية، لأن قطرة لا تعني الجائزة العربية بقدر ما تعني أيضا الترجمات المتوقعة للأعمال الفائزة. تصوروا معي هذا العمل الروائي الفائز بجائزة قطرة يترجم إلى الإنجليزية، إلى الإسبانية، الفرنسية والصينية والهندية. إنه الانتشار، إنها الفرصة الذهبية التي يتمناها كل كاتب لتحقيق ما كان يحلم به أو ما لم يكن يحلم به أحيانا. فقطرة قدمت أشياء لم أكن أنا شخصيا أحلم بها، لا لكون هذه الأعمال لا تستحق، بل لوجود صعوبات المرور من مستوى إلى مستوى آخر. وقد تحقق بحمد الله هذا الشيء منذ البداية، حينما كنت هناك أثناء تسليم الجائزة، أثناء تواصلي مع كبار الكتاب والنقاد في العالم العربي، أثناء التواصل مع وسائل
إعلام مع النقاد إلى غير ذلك. إذا كترة كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي الإبداعية. وكما سلفت، هذه ليست أول جائزة، بل هناك جائزة أخرى سبقت في المغرب، وهي جائزة حسن الثاني للبيئة، التي جاءت مبكرة في أول عمل قمت بإنجازه، بقرة أعمالي كما سميتها قبل قليل، الضفاف متجددة الكساس. هذه الرواية أعطتني فرصة للخروج إلى الوطنية، وكترة أعطتني فرصة للخروج إلى العالمية أو الشبه العالمية، على الأقل العالم العربي. طبعا العمل لم يصدر بعد، لازلنا ننتظر صدوره من الدوحة، ولعل الاحتفال بتوزيع الجائزة الدورة الثانية المجمع عقده في أكتوبر المقبل ستكون فرصة لتوقيع هذه الكتب وخروجها إلى القارئ، وأتمنى أن تكون في حلة جيدة. هل حدثنا أستاذ عن دار سلمى للنشر وعن صاحبها عبد الهادي بن يوسف وزوجته الدكتورة الشاعرة سعاد النصر؟ نريد أن نعرف شيئا عن هذه الدار وعما يقوم به صاحبها. بالفعل أستاذ البشير، الحديث عن دار سلمى وهي ليست دار بالمفهوم، هي مكتبة، ولكن صاحب المكتبة عبد الهادي بن يوسف وبمعية زوجته الأستاذة الجامعية المعروفة سعاد النصر، وهي أيضا شاعرة، قام بإنشاء ما يعرف بمؤسسة سلمى أو منشورات سلمى، تقوم بنشر أعمال في مختلف الفنون ومختلف الأجناس الأدبية والعلمية، وتوزيع على المستوى المغربي وأحيانا حتى على المستوى العربي. قلت هي مكتبة تقع في حي المدينة العتيقة في مصداع. صاحبها رجل فكر في أن يقدم العون للمهتمين بالكتابة، على الأقل في إيجاد فرصة للتوزيع. ومكتبة سلمى هذه كما قلت تتعهد بطبع المنشورات في بعض المدن المغربية، ثم إعادة توزيعها ونشرها بواسطة بعض المؤسسات التوزيع في المغرب. كانت بداية قبل سنوات، بداية خجولة، ولكنها الآن قد تطورت وأصبحت رائدة في المغرب، ولم تبقى مقصورة على الكتاب الذين ينتمون إلى المدينة، بل أصبحت الآن تقدم أعمال من كل أنحاء المغرب، وأيضا حتى من بعض الدول العربية. هناك السي عبد الهادي بن يوسف يقدم هذه الخدمة شبه مجانية أحيانا، لأن إذا ما لاحظنا السعر الذي يباع به الكتاب وما ينصف وينفق فيه فلا يبقى هناك هامش، وأحيانا تكون المبيعات ضعيفة، وأحيانا أخرى تكون أعمال مروجة لأعمال أخرى. بعض الأعمال تروج بشكل جيد تعوض خسارات أو العائدات القليلة لكتب أخرى. مكتبة سلمى كما قلت الآن أصبحت رائدة في المغرب، وأتمنى أن تنفتح على باقي الدول العربية بشكل أكثر. وأعتقد أن السي عبد الهادي وزوجته الأستاذة سعاد ينهجان النهج الصحيح لتقديم الخدمة الجليلة في هذا المجال. وقد شبهه أحد الأصدقاء بكونه مدبولي المملكة المغربية. أضيف بالنسبة لي لحد الساعة قمت بنشر 3 روايات من هذه المؤسسة: أراني أحصل أرض من ماء ودم سنة 2011، ليالي الظمأ سنة 2013، وقبل أسبوع تم نشر الطبعة الثانية من احتراق في زمن الصقيع، وهي الرواية الثانية في سلسلة إبداعاتي، وتوجد الآن في المكاتب والأكشاك في جميع أنحاء المملكة المغربية. صديقي العزيز، قبل أن نختم جلستنا اسمح لي أن أقول لك ما يلي: إن بزوغ نجم مبدع داخل عائلة ما ليس بالأمر العادي، ولا نشاهده كل يوم. هناك سؤال يلح علي منذ بدأنا هذه الجلسة، وهو
كيف استقبلت عائلتك نجوميتك الأدبية؟ وأخص بالذكر السيدتين الفاضلتين والدتك وزوجتك. بالفعل أستاذ بشير، سؤال مهم جدا. أولا اسمح لي أن أقول لك لم أشعر يوما بكوني نجما داخل أسرتي أو خارج أسرتي. الأمر عادي جدا، كل شيء جاء بسلاسة وبمرونة، ولا أذكر كيف مررت من مرحلة ما قبل النشر إلى مرحلة ما بعد النشر في داخل، على الأقل داخل البيت. كانت زوجتي دائما تتبع ما أكتبه، تقوم بقراءة ما أخطه منذ البداية قبل بأن أنشر بسنوات وسنوات. كانت تواكب، كانت تعرف ما أكتب، تقيم ما أكتبه. إذا ليس لم يكن هناك شيء جديد، إن كنت إنسان عادي وتحولت إلى نجم. هي دائما كانت تراني عبد الجليل الزوج الموجود في البيت. إذا لم تكن هناك نجومية لكي تغير نظرة الآخرين خصوصا المقربين مني. لكن قد أقول أنني منذ البداية كنت أجد دعما من طرف هذه السيدة التي هي زوجتي. وبالمناسبة أقول لك سر أن منشأ العلاقة بيني وبينها كان منشأ أدبيا، فإعجابها بنص شعري كتبته في فترة ما هو الذي أثار اهتمامها بي واهتمامي بها. كانت بداية قبل أن تكون علاقة زوجية، كانت بداية أدبية. من هنا كان المنشأ، وبالتالي لم يكن شيء جديد بالنسبة لهذه السيدة أن أكون كاتبا. طبعا المراحل التي قطعتها من إلى ثم جاء الفوز بجائزة كتارا قد أحدث مفاجأة بالنسبة إليها، أدخلها في عالم آخر من فرائض ذلك. وإن كان كتحصيل حاصل، هي تعرف قيمة الأعمال التي أكتبها. وبالمناسبة أقول هي أول من يقرأ أعمالي، وهذا العمل الذي أكتبه إن لم ينال رضاها فلا يخرج مطلقا إلى القراء. السيدة والدتي ربما لم تكن تأثيرها تأثيرا مباشرا، ولكنني اكتشفت أنني قد ورثت عن هذه السيدة الجانب المتعلق بالسرد بالحكي. فوالدتي حكاء جيدة ساردة من الطراز العالي، تعرف كيف تنسج خيوط حكاياتها. طبعا أتحدث عن حكايات مروياتها، عن الأشياء التي عاشتها وتعيشها. تحسن إعطاء التفاصيل، تحسن استعمال الاستطراد والعودة إلى متن الحكاية أو الجوهر بالحكاية. هذه أشياء لا أقول تعلمتها منها، بل ورثتها منها بالتأكيد. والوسط العائلي طبعا احتفى بنجاحي، احتفى بنجومية بين قوسين. وأشعر أن أبنائي وكل الأفراد المحيطين بعائلتي يقدرون هذه النجومية، تعطيهم فرصة للزهو، الافتخار كوني أنتمي إليهم وينتمون إلي. وهذا الأمر يندرج أيضا حتى الأصدقاء المقربين والزملاء إلى ذلك المحيط الذي أعيشه، وخصوصا المحيط كتاب والنقاد قريب مني جدا جدا. في النهاية أستاذ بشير، لا يسعني إلا أن أشكرك وأجدد تحياتي وتقديري لك وللساهرين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة، ومسيرة موفقة، ودمتم في أحسن الأحوال. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء، باسمكم وباسم المدير العام لقناة رابطة عزف الأقلام العربية الأستاذ سيد منير عطية، أشكر ضيفي العزيز
الأستاذ الروائي سيدي عبد الجليل الوزاني التهامي. أشكره لرحابة صدره ولتفهمه ولصبره معي، وأعدكم أعزائي في حلقة مقبلة إن شاء الله مع اسم آخر من أسمائنا المبدعة في العالم العربي، وشكرا لكم.